بغيتكم ضروري تجربوا هاد البطبوط معمر بالخضر والطون. حضرته معكم اليوم بطريقه مبسطه، كيجي لذيذ بزاف. التعليكه ديال الجبن مع المذاق ديال الطون كتعطيكم واحد المذاق ولا اروع، باش تنوعي في طبيلات رمضان وتزينيها بابسط الاشياء. باش نتعرفوا على المكونات وكذلك طريقه التحضير، غادي نطلب منكم تكملوا معايا لا فيديو حتى الاخير ونبداو على بركه الله. بالنسبه للعجين، في قصريه غادي نوضع 500 غرام ديال الدقيق و250 غرام ديال الفينو. غنخلط هاد جوج ديال العناصر. غادي نوضع قبيصه ديال الملح، معلقه كبيره عامره من خميره الخبز. غادي نوضع ايضا ربع كاس ديال الزيت الروميه. غنضيف ايضا القليل من الزعتر باش غادي نسمو العجين. في الاخير غادي نوضع واحد معلقه صغيره ديال العسل، واللي ما عندوش يمكن ليه يعوضها بالسكر. غنجمع العجين ديالي بالماء اللي دفيته واحد شويه، وغنبقى نضيف الماء بالتدريج. بالنسبه للقوام خاصو يكون خفيف شويه كما كتعرفوا ديما باش يجينا البطبوط مفشفش. ضروري من العجين ديالو خاصها تكون شويه خفيفه، ما تكونش عاود كتلتصق بزاف في اليدين، ولكن تكون رطبه. غندلك العجين ديالي جيدا، اللي عنده العجانه يمكن ليه يستعملها. بعد ما دلكتها فانا غادي نحصل على واحد العجين اللي كيكون رطب وما كيكونش كيلتصق في اليدين. غنوضعها في واحد البول، غادي نغطيها وغادي نخليها كتخمر حتى يتضاعف الحجم ديالها جوج ديال المرات، وندوزو باش نوجدوا الحشوه. بالنسبه للحشوه، في مقله غادي نوضع الزيت ديال الطون. غنوضع بصله متوسطه وحبه كبيره ديال الفلفل، الحسن الا اختاريتو الفلفله حمراء واللي قطعتهم على شكل مربعات اللي تكون صغيره. غنوضع ايضا معلقه كبيره ديال الربيع مقطع رقيق. غنوضع جوج حبات ديال الجزر اللي حكيتهم في الحكاكه رقيقه. بالنسبه للتوابل فانا غادي نوضع الملح، معلقه صغيره الابزار، معلقه كبيره عامره ديال التحميره، شويه الكمون. غنضيف شويه ديال الزعتر، معلقه صغيره من صلصه الصوجا. غنوضع ايضا ضامه البنه ديال السمك، اللي ما بغاهاش يمكن ليه يستغنى عليها، فقط ضامه البنه ديال السمك كتزيد واحد النكهه زوينه لهاد البطبوط. فهاد المرحله النار خاصها تكون عاليه، ما بغيناش الخضر يطلقوا لينا الماء. الحشوه ديالي بعد ما تشحرات حتى نشفات ليا تماما من الماء، يعني بقات غير هذيك الزويته. غنطفي عليها النار، وفي هذه المرحله فانا جبت هنا شويه ديال الزيتون اسود اللي قطعته رقيق بزاف غادي نضيفو. غنضيف ايضا علبه ديال الطول اللي سبق ليا وزولت لها هذيك الزويته. غنخلط هاد جوج ديال العناصر مزيان، وغنخلي الحشوه ديالي كتبرد جانبا. ضروري هاد العمليه باش ما يتقطعش لنا البطبوط ملي نكونوا كنشكلوه. العجين ديالي بعد ما خمر حتى ضاعف الحجم ديالو جوج ديال المرات، غادي نوضعو فوق سطح العمل. غنديه نجيبو باش نفشو من الغازات. غنشكلو على شكل كريات. بالنسبه للحجم فهو كيبقى على حسب الرغبه ديالكم. غنوضعهم في بلاطو وغادي نخليهم كيرتاحوا واحد 10 ديال. العجين ديالي بعد ما ارتاحت غادي ندهن سطح العمل بالقليل من الزيت، واللي ما بغاش يمكن ليه يدير الدقيق. غنبسط العجين ديالي باليد. حاولوا تركزوا على الجناب وخليو الوسط شويه يبقى غليظ. غادي نوضع الحشوه تقريبا، فانا وضعت واحد جوج مع الكبار عامرين. نفس الحاجه غنديرها مع البطبوط اللي عندي كامل. غنوضع ايضا قليل من الجبن المبشور، انا استعمل جبن ديال الموتزاريلا. غنبدا نجمعهم بحال فاش كنجمع شي صريره. زيروها مزيان باش ما تخرجش لكم الحشوه. غنزولوا الزائد ديال العجين باش ما يجيناش الوسط ديالنا مدقص. غندهن لهم الوجه ديالهم بشويه ديال الزيت. غادي نغطيهم باش ما يديروش معايا داك القشر الخارجي. وغنستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل اشكال البطبوط اللي عندي كامل. بعد ما كملت غادي نجيب البطبوطه الاولى اللي بديت بها. غنقرصها شويه، غندهن يدي بشويه ديال الزيت وغنبدا نقرصها. دائما التقراص كيكون بالجوانب، خليو الوسط شويه يبقى غليظ باش ما تخرجش لكم الحشوه. مباشره غادي نهزها، غادي نوضعها فوق مقله اللي سبق ليا وسخنتها. غنوضع البطبوطه ديالي، النار خاصها تكون متوسطه. نبقاو نقلبوا فيها باستمرار، يعني غير دير دقيقه ونعاودوا نقلبوها، ما نخليوهاش حتى تتحمر. على العموم طياب البطبوط اللي عادي اللي كلشي كيعرفو. تبان لينا البطبوطه ديالنا راه بدات كتنفخ، راه غيتنفخ معكم وما غتخرجش لكم الحشوه. ودائما رشوا بشويه ديال الزيت وخليوه حتى يتحمر على خاطرو ويشد معكم واحد اللون ذهبي زوين. غنزولوها وغادي نعاودوا نفس الطريقه مع بطبوطه ثانيه، يعني غادي نوضعوها كل دقيقه نبقاو نحركوها. البطبوط ديالنا راه ناجح 100% وكيتنفخ، يعني راه ما كتخرجش لنا الحشوه. غنستمر انا على نفس الطريقه حتى نكمل طياب البطبوط اللي عندي كامل، ونشوفوه في الطبق النهائي ان شاء الله. البطبوط ديالنا بعد ما طيبته كامل كيجي بهذا الشكل، كله محلول، ما كيجيش غليظ، رائع في الشكل وكذلك في المذاق. كنتمنى انكم تجربوه. المذاق ديال الطون مع الفرماج كيعطيه واحد المذاق اكثر من رائع. كنتمنى الوصفه ديال هذا النهار تكون نالت الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنسونيش من لايكاتكم واعجاباتكم، بارطاجيو القناه مع الاحباب والاصدقاء ديالكم، فعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، ونشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله.